كلام خصو يدرس في الفلسفه التاريخيه. هيجل، شبينغلر، الناس كيقراو فلسفه التاريخ شويه يوقفوا عند هذا الكلام. الروابط كتجمع اماره المؤمنين مع الصحراء ماشي روابط مصطنعه خلقها التاريخ صدفه، ولكنها روابط روحيه. اذا كاين واحد العدد ديال الروابط القانونيه والعقد الاجتماعي جون جاك روسو وكذا كذا، هذا راه كلام ديال الفلاسفه. ولكن الكلام ديال الله، الفيزياء الكونيه، الحقيقه، نحن نقص عليك احسن القصص وبالحق انزلناه وبالحق نزل اللاس. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. ردوا البال الكلام كنقول لكم داكشي باش الروابط اللي بيناتنا روابط ما بنيش على الخطر ولا على المصلحه، اللي على اشياء اخرى. الراكب هو الله، اللي كيعاقب هو الله، اللي خاف من نكت فانما ينكت على نفسه. يقول الحسن الثاني رحمه الله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين. وكلكم يعلم، هو كيقول، ما وقع في الحديبيه، وكذلك يعلم ما خططه النبي صلى الله عليه وسلم لمده طويله يدخل الى مكه فاتحا مسالما لا فاتحا محاربا، وخطط وجلب حوله اكثر ما يمكن من التحالفات العربيه من القبائل. وبعد سنه من الدبلوماسيه النبويه والعبقريه حقق الله الرؤيا وكتب لنبيه ان يدخل مكه. كيقول الحسن الثاني رحمه الله: هذه اللي درت حتى انايا، قنعت الدول العربيه والدول الصديقه باش يشاركوا في المسيره، ودرت عام كامل ليلا ونهارا ديال محكمه العدل الدوليه واقناع الدول بالحقوق المشروعه. ثم بعد ذلك علمت بان الرؤيه غتتحقق، لان الاسباب الماديه درتها، وبقات الاسباب اللي كنقولوا حنا الكمال على الله، وجاء الكمال من الله سبحانه وتعالى. ولكن الغريب هو الاخلاق، الغريب هو الاخلاق التي سادت في المسيره الخضراء. اسمعوا جيدا ايها الاخوه، انا ما بغيش نطول، غادي نحاول ما امكن نعطيكم بعض الاشارات داله. سيبوا لي الورقه. ووجدتم الاسبان فادعوهم الى الخيام وعانقوهم واطعموهم. قراوا الحروب ديال التاريخ كلها وقراوا الصراعات كيفاش كتكون. ينبغي تعبئه الناس على كراهيه العدو والانتقام من العدو، واي لحظه ديال النصر ينبغي التمثيل بالعدو. لا حنا لا غادوزوا الحدود ديال الطاح، غتلقاو تنصبوا ديال لي بوست ديالهم، عيطوا لهم يشربوا اتاي، عاد حتى مشكل معاهم. اذا اطلقوا الرصاص فتجندوا بقوه الايمان. هادشي راه فات لا عنف ديال مهاتما غاندي، نظريه سانتاغراها، مقاومه العنف البريطاني باللا عنف، هادشي فوقه. علاش؟ لان هذه مواجهه مباشره في الحدود، منطقه اطلاق النار، وينبغي ان تتعامل مع العدو على اساس انه اخ وصديق. اول خلق في المسيره الخضراء. الشورى هذه دارها سيدنا رسول الله في الحديبيه مع الصحابه، قال لهم شنو نديروا ما نديروش. الحسن الثاني رحمه الله مشى للمحكمه العدل الدوليه، عطاها الوثائق. 3 اسئله. السؤال الاول: الصحراء كانت خلاء ام لا؟ كانت فيها قبائل. هل كانت تربطها روابط بالسلطان؟ نعم، هناك روابط البيعه. الحسن الثاني مع درس القانون كان عبقري، قال لك الغربيين عندهم ما يسمى بالقانون. هذه البيعه فين جات اليوم؟ فين خرجناها اليوم؟ اهل الصحراء والملوك كانت البيعه. الحسن الثاني بذكائه قال لك هذه كلمه البيعه غيفهموها الاوروبيين اكثر من القانون، لان اللحظه اللي كانت القبائل تبايع السلاطين، الدول الاوروبيه جوج جمهوريات اللي كانت فرنسا يمكن وشي دوله اخرى، والباقي كلهم كانت عندهم علاقات بيعه، ما كانش قانون. القرن 19 كله عاشوه بعلاقات روابط عرفيه،
ما كاينش قانون ديك الساعه، اصلا ما كانوش جمهوريات قائمه. انتم كتعرفوا بان ايطاليا كانت عباره عن مدن، مدينه روما مدينه عندها الحاكم ديالها وكذا كذا، مدينه كذا. فبالتالي الحسن الثاني هذه البيعه فاهمينها الاوروبيين، قال لك واخا يبغوا يقولوا باننا ما فاهمينهاش، فاهمينها لان هي كانت كتحكم. الانضباط. تصوروا معي مسير الخطأ حسب الاحصائيات الاخوه والاخوات، لم تقع فيها حاله اغتصاب او حاله سرقه او اجرام او اعتداء. الناس هازين المصاحف فين وصلوا ياكلوا كيصلوا مجموعين، الفرق الفولكلوريه في كل مكان. كان واحد التعبير كنقولوه كنعاودها، ردوا البال هذا الكلام اللي غنقول لكم. كانت اسره، وراه السر ديال المغاربه هو هذا الاسره. كنا في الحج في 2007، انا كنت في الحج في البعثه ديال العلماء 2007، والطريقه باش كنتعاملوا في لوطين ما كايناش شي دوله. عرفتوا الا كاينه شي شومبر كتيي شي واحد جاب معاه معناتها، والمغاربه كلهم ديال لوطين كيطلعوا يشدوا كاساتين، وجدي تطواني طنجاوي من الداخله، وكنعتبروا مغربي كيتيي كلشي خصو يجي يشرب اتاي، حق مشروع تاريخي. اسره هادشي ما كاينش بلايص اخرين. انا كذا هاد السياسه كنديروها في المسجد وغنبقاو نديروها في المسجد، ومطلوبه نديروها في المسجد لان هي كتجمعنا. هي فاش كنتكلموا على ثوره الملك والشعب وعلى المسيره وعلى الاستقلال وعلى اماره المؤمنين وعلى الاخوه وعلى الوطنيه وعلى الديمقراطيه وعلى الدستور. كاينه السياسه الممنوعه في المسجد هي السياسه الحزبيه. عيب انكم تجلسوا قدامي في الجامع، كل واحد فيكم عنده اختيار سياسي، كل واحد فيكم من حقه يكون عنده اختيار سياسي، ونطلع انا كامام امثل اماره المؤمنين ونكون منحاز لواحد فيكم ضد واحد. عيب لا تقبلها اماره المؤمنين ان الخطيب عنده خلفيه سياسيه حزبيه وكيبقى يجمل ويدعم بعض الاختيارات ضد بعض الاختيارات امام مصلين لهم مختلف الاختيارات. اذا السياسه الوطنيه كنتكلموا عليها في المسجد، وانا راه كنتلذذ نقول لكم انا غير كتكون عندنا الخطبه على المسيره ولا على الاستقلال ولا على كذا كنتمتع. علاش؟ لان كنحس كنتكلم على الوالد ديالي اللي قضى حياته في جبال في تيوزا، جبال تبع عمران، كيعاود على كيفاش كانوا كينسفوا التكانات ديال الصهيون. كنحس براسي كنتكلم على هويتي على جذوري، ولكن ممنوع عليا يطلع شي خطيب شي مجلس علمي ولا شي مندوبيه اوقاف وينحاز حزبيا لشي واحد. اذا فهموا الله يجزيكم بخير. السياسه في المسجد سياسه اماره المؤمنين، سياسه ديال البلاد، سياسه ديال الوطن، وليست السياسه الحزبيه. فقال لهم العلماء ماشي ناس ديال الوعظ والارشاد، بل يجب ان يقوموا بدور التوعيه السياسيه حتى يقودوا الشباب في طريق الوطنيه التي لا يمكن ان تخالف الاسلام. فلا يعقل ان تكون هناك وطنيه لائكيه. هذه راه كتعرفوا الحسن الثاني الله يرحمه كان كيقول لها الفرنسي في الاستجوابات ما عمر المغرب غادي يولي علماني، ما عمر المغرب غادي يولي لائكي. كاع الدول كتفتخر باللائكيه، والو المغرب غادي يبقى نموذج متفرد. ما بغيتوش تفهموه غادي تفهموه. المغربي يحب الفن، يحب الحياه، يحب التمتع، يحب المسجد، يحب الخير، يحب تقبيل يد الفقير ويد الوالدين، يحب التواضع مع الناس. كل شيء هادشي مجموع فواحد تيثبتو المغربي. العقل الاوروبي لا يستوعب هذا. العقل الاوروبي يتكلم اما معانقه الحياه واما معانقه الدين. عندهم هاد الشيزوفريني ساكن معذبه، اما ان تكون مع قيصر واما ان تكون مع الله، اما ان تكون انسانا شهوانيا تتمتع بالشهوات ابيقوريا، واما ان تكون كنسيا متبتلا تصعد الى الجبال. هذه الاشكاليه ما عندناش حنايا، ورهبانيه ابتدعوها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ما قدوش عليها، بغاو يديروها ما قدوش عليها. ولذلك بعض الدراسات تقول بان هوموسيكسياليتي اللواط
ظهر من المعابد الأوروبية. ترى كتعرفوا بعض القساوسة مشاو زاروا لندن جراو عليهم الحجار لتهمة الشذوذ. ما عندناش الحمد لله، لأن عندنا دين فيه وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. شي واحد يبقى أنا الآخرة الآخرة الآخرة، الدنيا راه عندك فيها نصيب، خاصك تمتع به وتعيش به وراه يسولك عليه الله اش درتي به. وذلك أيها الإخوة إن مسيرة قائدها أمير المؤمنين ومؤطرها العلماء. هاد العلماء نتكلم معاهم أمير المؤمنين راهم اللي كانوا يديروا التأطير ديال المسيرة في الخيام، ولذلك كانت المسيرة غادية التأطير الديني باش ما ينسى شي واحد. يؤطرها العلماء وتحمل المصحف الشريف وتهتف بالله أكبر، وعند وصولها الحدود الوهمية تطهرت بالرمال قال أمير المؤمنين تيمو وصلت ركعتين وتستلهم المسيرة والقوة الروحية من سورة الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. مزيان. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. شكون دار هذا الشيء؟ ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. مزيان. شنو ربحنا في هذا الشيء؟ كل شيء ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها في الدنيا خيرات هي مفتوحة في الصحراء الآن. جبل الطوبيت في الداخلة، التكنولوجيا المستقبل كلشي غتجي للداخلة. ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. تبعوا معايا مزيان، تبعوا معايا. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. شكون هما؟ الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. والله المغرب ما يتسخر، والله المغرب ما ينتصر. سبليون مجهدة، فرنسا قوية، ألمانيا المغرب كيتعامل مع ألمانيا. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. بارك على العذاب النفسي، بارك على العذاب النفسي. شحال واحد علاش المغرب دولة فقيرة ما عندها والو دارت هذا الانتصار. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء ولعنهم الله وأعد لهم عذاب وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هادشي كلشي مخيط باش بالجنود. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. واش فراسكم قبل انطلاق المسيرة؟ هذا التاريخ غير المكتوب أنا نقول لكم. قبل انطلاق المسيرة أرسل أمير المؤمنين الحسن الثاني وفدين. مش عارفوا بين الرجل كان ملهما، كانش كيامن بالقوة المادية، كان يامن شي حاجة أخرى. أرسل وفدين من العلماء، وفد إلى مكة المكرمة ووفد إلى المدينة المنورة. وفد قال لهم سيروا بكيو على الكعبة، المسيرة عاد تنطلق، سيروا بكيو على الله. ووفد قال لهم غتمشوا للروضة الشريفة بكيو على سيدنا رسول الله. بغيتوا المسيرة ما تنتصر. أنا محاضرة مؤخرا قلت لبعض القبائل جلست معاهم، كيما انتم دابا كتغرقوا في الأمم المتحدة مجلس الأمن صوت ولا ما يصوتوا، وشكون اللي خدام لتحت؟ وراه كتخرج آلاف السلك واللطيف والصدقات الموجهة لانتصار المغرب واندحار الأعداء. ولذلك باش نختم، السادة المتصوفة كيقول لك بأن الله سبحانه وتعالى يتجلى علينا بأسمائه. أحيانا يتجلى باسم الجلال اللي هو القوة، ما يسمى بالقبض، كيصير الجلال. وأحيانا يتجلى علينا بالجمال، البسط، الخير، الرفاه، السعادة.
الحسن الثاني باش تعرفوا بين التربيه رحمه الله، التربيه ديالو كانت صوفيه عميقه، شارب الصوفيزم مزيان. اشنو قال؟ لنبني مسيرتنا وخطواتنا على إيماننا وتوكلنا على الله الذي لم يعودنا منه إلا على الجميل ديما الله كيعطينا. وإذا كان سبحانه في بعض الأحيان ذا الجلال، فلم يكن ذا الجلال إلا ليعطينا دروسا ويلقننا حكما، ولكنه سبحانه ما عودنا إلا الجمال وما عودنا إلا الخير. الحسن الله رحمه الله هذا الاستعمار هذا كان فيه الخير، هذه الحماية والاستعمار. شوفوا النظرة دابا ديال أمير المؤمنين كيفاش كيشوف التاريخ، هذيك العداوات ديال شدية نقطع لك، ديو الصحابة 100 عام، ديوها 100 عام من بعد ما يجيش شي تسونامي شي نهار يضرب الصبليون، ما يجيش شي زلزال شي نهار يضرب مدريد، ما زعما صافي سديتو صافي انتهى التاريخ. دائما هناك تعويل على ان الله جميل، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فاش بغى سيدنا رسول الله يدير صلح الحديبيه، جاء هذاك ممثل المشركين سهيل بن عمرو، وجاء علي بن ابي طالب ممثل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيكتبوا الوثيقه ديال الصلح. كتب علي بن ابي طالب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سهيل عمرو بن سهيل، قال له لا، سهيل بن عمرو قال له لا، حنا ما كنعرفوك على الله. نختم 3 دقائق نختم. حنا ما كنعرفوش الله، حنا كنعرفوا الرحمن، اكتب باسمك اللهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله مع، قال له سهيل، قال له ما كنعرفوش حنا رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله، حنا كنعرفوه باه. العمره ما ديروهاش هذا العام، حتى العام الجاي. قال له اكتب. الصحابه كلهم تقلقوا، قالوا سيدنا رسول الله ما يمكنش هذا تنازل، الدين ديالنا مشى، حنا اعزه، حنا كرمنا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لهم شوفوا راه الله قال لي لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلون، راه الله قال لكم غندخلوا، صبروا. فين غيجي الدخول؟ العام الجاي، من بعد العام الجاي، بعد قريش دارت 10 سنين في الاتفاقيه، هذه الاتفاقيه ساريه 10 سنين، ولكن هما اللي نقضوا العهد. الاتفاقيه كانت في 6 هجريه، وفتح مكه كان في 8 هجريه، بعد 2 سنين ماشي 10 سنين. علاش؟ لان بني بكر خزاعه كانوا معنا، وبني بكر كانوا مع المشركين، والمشركين هجموا على قبيلتنا اللي تحالف معنا، فنقضوا العهد، فدخل رسول الله مكه. فبالتالي كيقول لكم الرؤيا البعيدة أن الله سيكرم مملكتنا، سيكرمنا، أقسم لكم بالله العلي العظيم. وأنا كثير زيارة للأولياء الصالحين، إلا قالوا لي بعد 4 سنوات سيصبح المغرب قطبا دوليا، وستصبح دول كانت تعتبر نفسها عظيمة كجيل المغرب للتداول، قطب طبي، وغير مسألة وقت. هادشي كيشوفوه الناس، كيشوفوه. الرؤية ديال يوسف عليه السلام بأن 7 البقرات عجاف كياكلوا، 7 البقرات سنان اللي تأسست بها السياسة ديال عزيز مصر. هذيك راه كاين الناس كيشوفوا الآن المستقبل ديال التاريخ ديال الإنسانية. كيقول لك المغاربة انتظروا، مسألة وقت. الإمبراطورية المغربية عائدة إلى التاريخ، إفريقيا سوف ترجع إلى المغرب. هذا المشروع الأطلسي وهادشي كلشي غادي يجي. جربوا الناس، جربوا الفلسفات، جربوا الدول، جربوا الإمبراطوريات. العالم مبني على الاستغلال. إمارة المؤمنين مبنية على الإرث النبوي، على أخلاق المسيرة. هذه الأخلاق اللي حنا كنحسوا بها ثابتة فينا، ليست تصنعا، وهي اللي غادي تحكم إن شاء الله المستقبل. ولذلك أخيرا يقول أمير المؤمنين الحسن رحمه الله كيفما كان الحال، يمكننا أن نقول بأن المسيرة الخضراء قد بلغت ولله الحمد هدفها وغايتها.
وستبلغ أهدافا أخرى إن شاء الله. هادشي قالوا في 75 بعد اختراق الحدود. بعد اختراق الحدود في 75 مرحبا سيد العام، مرحبا سيد كاتب العام، شرفتمونا. إذا كان أمير المؤمنين الحسن الثاني حفظه رحمه الله يقول: كيفما كان الحال في 75 يمكننا أن نقول بأن المسيرة الخضراء قد بلغت ولله الحمد هدفها وغايتها، وستبلغ إن شاء الله أهدافا أخرى. هذه الأهداف الأخرى إحنا الجيل اللي تولد في المسيرة، أنا كانت عندي عامين في المسيرة، ها نحن نرى الرؤيا ديال إمارة المؤمنين تتحقق. في عهد مولانا أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله، ها هي تتحقق هدفا بعد آخر، وليس من رأى كمن سمع. في عهده حفظه الله انطلق النموذج التنموي الجديد سنة 2015، 10 سنوات لا تحتاج مدينة العيون اللي يدير لها الماركتينغ. عندك 3 سوايع: ركب السيارة ديالك وسير لمدينة العيون واحكم بما شئت، والله الذي لا إله إلا هو، إلا الشوارع والمحلات والأحياء والتنظيم والعمران والخزانة والحدائق والبهجة والأنوار، هي ما كاينة في دول سبقتنا بسنين ديال التنمية وديال الاستعمار وديال النهب. مدينة العيون هاي 310 كيلومتر على مدينة طنطا. ثانيا طريق تيزنيت الداخلة، أنا كنصوب فيها يوميا قلمين طنطان، والله الذي لا إله، كنصلي الفجر كنخرج من قلمين وكنجي كندعي مع أمير المؤمنين. الله يحفظك محمد السادس، سير الله ينصرك محمد السادس. طريق كنجي فيها بوحدي كأنني كارهة، واش الناس كيخلصوا في الأوتوروت، أنا كنجي في طريق دوبل فوا خاوية كأنني كارهة 1000 درهم 2000 درهم في النهار، وكنجي كندعي مع أمير المؤمنين. كنوقف راسهم لي، كنشرب كويزيلاتي ديالي، كنوقف، كان عندي الكرسي كنخرج كنشد مع الفجر، كنشد الجريدة ديالي ولا البورطال كنقرا فيه، يوميا كنشد هذا الطريق هذا، طريق تيزنيت الداخلة. ثالثا ميناء الداخلة المتوسطي. شوف ميناء الداخلة المتوسطي غنقول عليه واحد الفكرة اقتصادية وانا غير الإنسان ديال الشريعة. لا يوجد دولار سيدخل إفريقيا إلا يمر عبر الداخلة المتوسطة، ميناء الداخلة المتوسطي. باختصار أي دولار غيدخل إفريقيا غيدخل عبر الميناء ديال الداخلة. ثالثا رابعا قرار مجلس الأمن الأخير 31 أكتوبر تبني الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الخيار الأوحد، وهو الذي أنهى هذا الملف المصطنع المكذوب الوهمي الذي أراد منه البعض أن يعرقل التنمية في المغرب، ولكن كان قوة لنا، وكان واحد النوع ديال ابتلاء من الله أخرجنا من مرحلة الجلال إلى مرحلة الجمال. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي متعنا بظلال إمارة المؤمنين. حفظ الله ملوكنا وسلاطيننا وجعلهم ظلا ظليلا علينا إلى يوم الدين، وجعل هذا البلد الأمين بلد الإسلام، بلد الأمن، بلد العدل، بلد الحق. خطوة الجمعة الأخيرة قلت فيها واحد الفكرة، قال لي واحد الصديق ديالي ولدو كيدرس مع ولي العهد في الجامعة ديال السلا، قال له ولدو بابا كنخرجوا للاستراحة وكيخرج معنا ولي العهد مولاي الحسن وكيوقف معنا في الساحة وكيجمع معنا بحال شي صديق ديالنا بحال وكيقول لهم الدراري قرايه، ولي العهد كيتكلم مع الدراري كيقراو معاه، الدراري القرايه العلم، فرحوا والديكم فرحوا بلادكم. وامير المؤمنين ديال المستقبل بهذا الجمال
بهذه الأناقة، بهذا التواضع. والله سيدي الله هنيئا لنا بمملكتنا، هنيئا لنا بملوكنا، هنيئا لنا بهذه الأسرة اللي جمعانا. احنا جالسين مع السيد العامل، احنا جالسين مع السيد الكاتب العام، مع الفقهاء، مع العلماء، مع الأخوات، مع الإخوة الإعلاميين، مع الإخوة الروائيين، هنيئا لنا. والله سي أشطر صديق ديالك راه معايا في تاريخ محمد الخامس، لم نكن نحلم أن المعرض الجهوي ديال الكتاب اللي كيدار في الرباط تكون عندنا في مدينة طنطا. فهنيئا لنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من التاريخي والفكري والسيكولوجي. لذلك أنا أتكلم الآن كما قلت لكم كابن طنطان، وكإنسان أو كطفل لاعب في هذه الساحة بالضبط. لعبنا هنا، تغبرنا، وفجأة كنلقاو هذه الفتوحات الثقافية من هذا المعرض الجميل. كما قال الأخ لي من وجدة رؤية خارجية، قال لك هذا الشيء ضخم وفخم. الله يجازيكم بخير. نآمنوا ببلادنا، نتيقوا في بلادنا. سيدنا يمكن فاش قال واحد الجملة، راه خرجنا من مرحلة التدبير لمرحلة التغيير، راه يمكن خصها محاضرة حتى هي. كنا كندبروا، معنى كنا كندبروا، كنا سايقين واحد الطوموبيل، مرة كتنزل البيست، مرة كتطلع، مرة عندك كاميون جاي، مرة. دابا التغيير، هذيك الطريق اللي كان فيها هذه المشاكل غيرناها طريق أخرى هذه. ولذلك كنحتاج إلى شباب وعقول وأفكار ديال التغيير، ديال كفانا من مرة كنتلفتو كنشوفو شنو كان صافي. داكشي اللي كان دخلنا مرحلة جديدة بغيتكم تفهموها، وكنتكلم معكم كمسؤول في مؤسسة ديال الدولة. ما يرسل لنا من المذكرات، ما يرسل لنا من المراسلات فيها رؤية متقدمة جدا. تحتاج لماذا؟ تحتاج لمن يستوعبها ويكون في مستواها. أنا كيجوني بعض المرات الآن من المجلس العلمي الأعلى مذكرات ديال الأنشطة، أنا أحس بأن السرعة ديال ديك المذكرات كبر مني. ولذلك خصكم تعرفوا بأننا دخلنا مرحلة جديدة في التنمية، في الاستثمار، في كذا. يجب علينا كشباب كنخب بمختلف القطاعات أن تستوعبها، وإلا فالتاريخ يسير. راه شوف، راه ما غاديش نتجامل، راه قدامي الآن واحد السيد العامل، راه ما غنبقاش نمدح فيه، طفوا لي هاد اللايفات. والرجل يسأل يوميا في كل دقيقة عن أفكار جديدة. تليفون ما كيتفقوا معايا أنا كنتكلم شخصيا. قول لي شنو خص، فخصنا نتعاونوا. اللي دار الحق نقولوا له درتي الحق، اللي باغي غادي شويه ندفعوه ونخرجوه من المرحله ديال نديروا كوبي ونديروا واحد القطيعه مع العقليه اللي عشات فينا ديال ايوا لا صعيب ما كاين ما. ولذلك الاخ اللي قال لي ما هي الخصوصيه المغربيه، صدقوني ايها الاخوه كنا مشدودين، بغينا نطلقوا ما قدرناش نطلقوا، ولكن دابا انطلقنا الحمد لله. الخصوصيه المغربيه ايها الاخوه شهد بها العالم كله، فاش ما بغيتي النقش ديال القبص الفسيفساء ما كاينش كينافسنا في العالم. خلوني من الآلات وخلوني من اليابان راه الآن راه أصبح مجتمعا غير إنساني، خرجوا من الإنسانية. راه كيتكلموا على دابا الآن ما بعد الإنسانية. حنا ما بغيناش نوصلوا لهذا الشيء، حنا بغينا المجتمع يبقى إنساني، يبقى فيه الأخلاق الإسلامية، تبقى فيه الدفء الأسري، الخصوصية المغربية في كل شيء. في لباسنا من ينافسنا في اللباس؟ من ينافسنا في أنواع الأكل؟ من ينافسنا في المذاقات؟ من ينافس بزاف ديال القطاعات الآن إذا انطلقت ما غنقولش غتغزو العالم، ولكنها ستجدي، ستنتصر،
تفرض نفسها. خصوصيتنا أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى. المفسرين منهم الطبري كيقول لك بأن موسى عليه السلام التقى مع الخضر صاحب السر في مجمع البحرين، ومجمع البحرين هو طنجة، في اجتمع البحر الأطلسي مع البحيرة الأبيض المتوسط. هذاك السر يبقى هنا وها هو عندنا ويتوارث وغادي يبقى إن شاء الله مستقبلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.